السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. مع النهاردة مستر أحمد عبد الفتاح مع أكاديمية العالمي لتعليم قيادة السيارات. شعارنا مع العالمي أنت عالمي. زي ما احنا شايفين دلوقتي مستر أحمد يبدأ يظبط الخط المستقيم بتاعه علشان يظبط معاه أبعاد العربية ويظبط معاه سنس دريكسيون، سنس فرامل، سنس الدبرياج، علشان دي عربية مانيوال. زي ما احنا شايفين دلوقتي مستر أحمد بيبدأ يظبط معاه واحدة واحدة الرجوع لورا عشان يظبط مراياته على قد ما يقدر، وان هو يبقى شايف كويس المراية بتاعته فيها إقماع ظاهرة يمين وإقماع ظاهرة شمال. لازم تتدرب معانا ان وشك يبقى مظبوط زي ظهرك. مينفعش تتمرن بوشك بس، لازم تتمرن بالحالتين، وشك وبظهرك، لان زي ما احنا قلنا شعارنا مع العالمي انت عالمي. زي ما احنا شايفين دلوقتي بيبدأ يركز في مرايته الاتنين عشان يعدي اخر قمعين. زي ما احنا شايفين اهو عدهم كويس جدا. اتمنى له الخير والتوفيق ونخش على التحدي اللي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهاردة مستر أحمد عبد الفتاح مع العالمي لتعليم قيادة السيارات. شعارنا مع العالمي انت عالمي. وزي ما احنا شايفين دلوقتي العالمي معانا مستر احمد عبد الفتاح بنعمل التخطي من عربية قدامنا او من حارة لحارة. طبعا احنا بنعملها، هنبدأ نلف ونعملها من الناحية التانية. بنبدأ نعملها من ناحيتين علشان نقدر نظبط على قد ما نقدر الابعاد بتاعة العربية في الزحمة. نقدر نظبط معانا سنس الدركسيون، سنس الفرامل، سنس البنزين، سنس الدبرياج، عشان دي عربية مانيوال، ويقدر ان هو يبقى متحكم كويس جدا في ابعاده في عربيته في كل سنس هو بيعمله. زي ما احنا شايفين دلوقتي مستر احمد عبد الفتاح هيبدأ ان هو يظبط على قد ما يقدر الدخلة في الإيماع علشان يظبط التخطي بتاعه. زي ما احنا شايفين بيبدأ يرجع واحدة واحدة. طبعا انا دلوقتي في مدينة نصر. طبعا بقدر اغطي مناطق كتير لو عربية مانيوال عربيتي، ولو عربية العميل بقدر اروح له لأقرب مكان ليه، او قصدي بروح له لمكان العربية عشان اوفر عليه وقت ومجهود وكل حاجة. زي ما احنا شايفين مع مستر احمد عبد الفتاح مع العالمي لتعليم قيادة السيارات. شعارنا مع العالمي انت عالمي، ويقدر العالمي معانا يتخطى الاختبار بتاع التخطي. نتمنى له الخير والتوفيق ونخش على التحدي اللي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهاردة مستر أحمد عبد الفتاح مع العالمي لتعليم قيادة السيارات. شعارنا مع العالمي انت عالمي. زي ما احنا شايفين دلوقتي مستر أحمد عبد الفتاح بيبدأ ان هو يظبط الركنة العمودي على رصيف. طبعا احنا بنعمل الركنة العمودي على رصيف باستخدام الإيماع علشان ما يكونش فيه عند العميل أي رهبة أو أي فوبيا أو أي توتر، وبالتالي يقدر ان هو يعرف يحافظ على ابعاد عربيته سواء في زاوية ضيقة سواء في زاوية واسعة، علشان يحدد مرايته مظبوط. مرايته هتفيده في ايه غير الركنات؟ هتفيده بره على الطريق لما يجي يطلع في وسط العربيات ويعرف يحدد اخش يمين امتى، اخش شمال امتى، العربية اللي ورايا بعيدة قد ايه، الزاوية بتاعتي مظبوطة ولا مش مظبوطة، وش العربية وظهر العربية بعيد قد ايه عن الرصيف. الكلام ده كله هيفرق معاك لما تيجي تتدرب بالإيماع. زي ما احنا شايفين مستر احمد عبد الفتاح بيبدأ ان هو يركز واحدة واحدة مع عربيته. شاف الإيماع وراه ظهروا واحد يمين واحد شمال، فالمفروض ان هو بعد ما يشوفهم يبدأ يرجع عليهم واحدة واحدة تاني ويدخل ظهر عربيته في وسطهم. طبعا هو دلوقتي الحركة اللي بيعملها ان هو يظبط الخط المستقيم بتاع دريكسيونه عشان الزاوية ما تبص معاه. زي ما احنا شايفين دلوقتي بيركز كويس جدا. مجرد ما القمع يجي جنب الكاوتش يبدأ ان هو يكسر ويبص في الناحية التانية. هنبص عليه معاه الناحية التانية كده. اول قمع بالنسبة له ظاهر بس التاني لسه ما ظهرش، فهو محتاج يعمل ايه؟ طبعا انا ببقى واقف بره
ما بقولش اي حاجه، بقف اتفرج بس. ليه؟ بسيب العميل يغلط، عشان لما يغلط وتعلمه الغلط بتاعه هيثبت في دماغه اكتر. انما لما تفضل تقول له يمين شمال اقف تعالى روح هات يمين شمال فرامل، هو بقى طالع بالفويس اوردر، ما بقاش طالع متعلم من تحت ايدك. هيفضل محتاجك على طول جنبه. طب انت لما تنزل من جنبه هو هيعمل ايه؟ ولا حاجه، ولا هيعرف يتعلم كويس. فبالتالي لازم تدي الحرية للعميل اللي معاك ان هو يتحكم تحكم كلي في عربيته. حتى لو غلط مرة واتنين وعشر عادي، هو كده كده جاي يتعلم، مش مجرد بس ساعة وتقضيها معاه. زي ما احنا شايفين دلوقتي مستر احمد عبد الفتاح مع العالمي لتعليم قيادة السيارات، شعارنا مع العالمي انت عالمي. زي ما احنا شايفين دلوقتي الركنة عاملة ازاي. اتمنى له الخير والتوفيق، ونخش على التحدي اللي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهاردة مستر أحمد عبد الفتاح مع أكاديمية العالمي لتعليم قيادة السيارات، شعارنا مع العالمي أنت عالمي. زي ما احنا شايفين مستر أحمد عبد الفتاح بيبدأ إن هو يطلع من الركنة الموازي للرصيف. طبعا احنا بنعملها مع الإيماع طبعا عشان نقدر نظبط براحتنا الحركة بتاعة العربية، ونقدر نظبط عينينا مع المرايات. لأن كل ما تكون الحاجة صغيرة أو مش باينة بالنسبة لك، كل ما تكون بالنسبة لك تدريبها أصعب، فبالتالي لما تطلع على الطريق يكون بالنسبة لك أسهل. زي ما احنا شايفين دلوقتي هيبدأ إن هو يكسر الزاوية بتاعته ويبص في مراياته الاتنين، وعلى أساسه يقدر يرجع ويحدد أرجع قد إيه. يبص في مراياته الاتنين واحدة واحدة، يشوف الإقماع اللي ورا بالنسبة له في المراية اليمين، فعلى أساسه يبدأ إن هو يرجع واحدة واحدة. زي ما احنا شايفين ما شاء الله بيبص في المراية بتاعته يمين وشمال كويس جدا، علشان في المراية اليمين يحدد بعده عن الإقماع، المراية الشمال يحدد بعده عن الرصيف. زي ما احنا شايفين بيرجع واحدة واحدة، يبص في مراياته لقى ان الرصيف عنده في المراية الشمال قرب، فبالتالي هيبدأ ان هو يطلع لقدام بعكس اتجاه الدركسيون. طالما عكس اتجاه الفتيس يبدأ ان هو يطلع واحدة واحدة، وعينه في المراية بتاعته اللي عند الرصيف علشان يتأكد ان الزاوية بتاعته بعيدة ورا لما يجي يرجع تاني. طالما هو مش شايف الإقماع قدامه فبالتالي يضطر ان هو يرجع. انا ببقى قاعد من بره لا بقول له حاسب ولا بالراحة ولا يمين ولا شمال، انا بعلمها له مرة عملي او مرتين عملي، وببدأ اشرحها له نظري واحدة واحدة واسيبه يتمرن عليها كذا مرة. مش زي بعض الكباتن اللي بيسيب الركنة لحد اخر 5 دقايق او 10 دقايق، وفي الاخر تلاقي العميل ما استفادش حاجة منها ومحتاج كورس ركنات ومحتاج رجوع بالظهر والكلام ده كله. زي ما احنا شايفين مستر احمد عبد الفتاح بيقدر ان هو يظبطها كويس جدا. هيبدأ يحضن وش العربية واحدة واحدة زي ما احنا شايفين اهو، يعدل ايده مستقيم، يبص على الزاوية بتاعته من الجنب. ممتاز جدا، اتمنى له الخير والتوفيق. نخش على التحدي اللي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كابتن خالد. معانا النهاردة مستر أحمد عبد الفتاح مع العالمي لتعليم قيادة السيارات، شعارنا مع العالمي أنت عالمي. معانا النهاردة العالمي مستر أحمد عبد الفتاح هيحب يقول الريفيو بتاعه. اتفضل. لا والله انا بشكر حضرتك جدا جدا جدا. وانا كنت جاي لك ابيض، تمام. انا ما اعرفش يعني ايه عربيه اصلا، وانا جاي لك تمام. قلت لك عايز اسوق اوتوماتيك. انا بقيت ماسك طريق، بقيت بنقل حارات، بقيت بلف ملفات وحاجات انا ما كنتش متصور ان انا اعملها بصراحه. تمام. بعد ربنا ثم حضرتك بصراحه انت فرقت معايا كتير. الله يكرمك. الحمد لله. يعني كان في اختلاف عن أي أكاديمية تانية شفتها؟ في كتير بصراحه، يعني في النقلات وبالذات في المانوال. يعني في اكاديميه انا رحتها قبل كده اللي هو سوق فرامل شاطر يلا
لا هنا لا، انا مش هسيبك الا لما تسوق. اللي هم فسحوك يعني. فسحوني. ايه رايك في المدينه؟ حلو. طيب هنا لا، ده برياشك صح، غياراتك صح، ومش هتمشي مش هتروح الا لما تعملها صح. صح. الحمد لله. والركنات ونقله الحارات والتخطي، لا بامانه والله اكاديميه ممتازه ممتازه ممتازه. كنت بمسك لك دركسيون ولا مره؟ ولا اي حاجه. كنت حاسس دوست لك فرامل او حاجه؟ أصلاً. كنت بعمل ايه؟ كنت بقعد بمرنك، أمسك التليفون. اعلمك، وانزل اتفرج بره عليك بس صح كده؟ تركب جنبي عملي ولا كأنك قاعد جنبي بصراحه. صح. وأنا ولا بوترك، ولا بقى في رهبه ولا فوبيا ولا اي حاجه؟ ولا اي حاجه. بعتمد على نفسي بصراحه كتير. كان ايه اكتر مشاكل قابلتك مثلا في التعليم معانا، او ايه مثلا مشكله مثلا حابب ان انت تعدلها فيما بعد لاي حد، او تنصح ايه مثلا الناس اللي بتدور بره مثلا على عروض او اماكن تانية او الكلام ده كله؟ لا يجوا هنا بامانه والله، مش كلام وخلاص. انت عايز تتعلم عربيه فعلا تيجي للعالمي. طب انت بمناسبه ان انت جربت حد بره، ايه ترشيحك للناس تقول لهم ايه يعني؟ ايه الفرق بين هنا وهنا؟ الفرق ما بين هنا في مانوال صح، وهنا في سواقه صح. تمام. هنا في طريق صح. هنا يعلمك ان انت تمشي في اي حته بدون خوف. حلو جدا. تمام. اكاديميات تانية انت امشي تفسح الله جميل. شكرا. بس بص الدركسيون ده ما تجيش جنبه. بس كده خلاص. وتلاقيه ماسك الدركسيون لك ده بتاعك. وماسك لك الهاند ويوترك اكتر ما انت متوتر في الاول. صح. انا سبتك تغلط، تتعلم براحتك، تتحكم في دركسيونك، وتبقى ظابط نفسك في مراياتك وترجع بظهرك. اتمرنا بتهيألي الظهر كتير اكتر من قدام. لدرجه انا بقيت اسوق ظهرك. طلع الرخصة على الظهر. الحمد لله يعني. وبشكرك جدا يا كابتن خالد بجد. الله يكرمك. الله يخليك. معايا واداني فوق حقي واكتر كمان. الله يكرمك. الله يخليك. دايما ببص لنقطة العلم اكتر ما ببص لنقطة الماديات. عشان كده لما حد بيطلب مني مثلا السعر ببقى متمسك جدا بحقي، لان متمسك جدا ان اديك كل لحظة من العلم انت موجود فيها معايا. شكرا والله كده. اتمنى لك الخير ان شاء الله والتوفيق، ونشوفك بعربيتك وتزنق عليا وتخبط في بعض بعد كده. السلام عليكم.